اسراء، قلت لك 100 مره لمي مكان مكركبتي. مش هلم حاجه. وكمان بتردي عليا؟ ايه قلت لك مش هعمل حاجه. وديني لو اوريكي. بقول لك ايه؟ اللعبه دي سيبي، قلت لك بتاعتي. بقول لك سيبيها. وكمان بتضربوا بعض، وديني لو اوريكم. الو، والدة شروق؟ ايوه يا فندم. شروق ضربت زميلتها يا فندم واتخانقت معاها في الحضانة. بصي يا ستي، هتكشري هيكشر، هتضحكي هيضحك، هتضربي هيضرب. ايه الموضوع؟ فزوره دي ولا ايه؟ لا فزوره ولا حاجه. كل الموضوع اننا لازم نفهم حقيقه مهمه جدا، ان احنا مرايه ولادنا، ان احنا لو زعلانين او بنزعق او حتى واحنا بنهرج ممكن مثلا تخرج مننا كام لفظ مش كويس كده، هم للاسف كمان هيعملوا كده. ولو بتضحكوا وبتهرجوا وبتدلعوا هتلاقوا ولادكم برضو بيعملوا كده. تصرفاتهم امتداد وانعكاس لينا، وخلي بالك ده بيبدا من بدري قوي. هم طول الوقت طالما عينيهم ابتدت تشوف يبقى بيخزنوا كل حاجه عينهم بتقع عليها من وهم بيبيهات. وافتكري دايما ان انت لازم تكوني الصوره اللي عايزه تشوفي ابنك عليها. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، هل يا ترى بتحسوا ان ولادكم مرايه ليكم؟